وده من لف الجلاش كنا هنرميها، يعني فعلا كانت لف الجلاش كانت موجودة عندي، لقيتها في الفريزر، فعلا ما كانتش تنفع اي حاجة ولا حلو ولا حادق. هنعملها بطريقة جميلة خالص النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنعمل حاجة جميلة خالص بحاجة كنا هنرميها. تعالوا هقول لكم هنعمل فيها ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب ارحب باخواتي وحبايبي اللي في القناة. بشكركم كلكم حبايب قلبي، ربنا يجازيكم كل خير، كل الناس اللي بتدخل تشترك في قناتنا، وكل الناس اللي بتدعمنا حتى لو بلايك، شكرا لكم كلكم حبايبي. طبعا زي ما احنا شايفين الفيديو بتاع النهارده، كان عندي لفة جلاش لقيتها بالصدفة في الفريزر، فطلعتها. كنت بصراحة يعني بعد ما فتحتها كده، حتى يعني وانا بعرض قدامكم لفة الجلاش اصلا كنت فاتحاها، فعلا كنت هرميها. لقيتها يعني كانت متقطعة كده وخلاص، ما تنفعش لا تتلف ولا تتعمل فيها، لا يعني مثلا جلاش بلحمة ولا حتى حلو. فقلنا نعملها بالطريقة اللي احنا نعملها النهاردة دي. نعملها معاكم، فكرة سهلة وسريعة ومش هتاخد معانا اي وقت. بجد ما اخدتش معايا حوالي 10 دقايق او 7 دقايق، يعني ما خدتش وقت كتير خالص. صراحة انا جبت لفة الجلاش وبدأت ان انا اقطعها كده، وقلت هجرب التجربة دي. فالتجربة يعني فعلا ناجحة. يعني ان احنا كنا هنرمي لفة جلاش، طبعا لفة الجلاش اللي هي الصغيرة دي عاملة 15 جنيه. برضو احنا بصراحة يعني الواحد بيستخسر يرمي اي حاجة، فهي مادام يعني ما حصلهاش اي حاجه، ما غيرتش لا طعمها ولا لون الرقات بتاع الجلاش، خلاص خساره ان احنا نرميها. قلت بقى ان انا اعملها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها النهارده. هي يعني ممكن في شكلها يعني شكلها من فوق كده مش متساويه خالص، بس بصراحه يعني قلت اجربها، بس هي طلعت طريقتها ناجحه خالص. جربوها يا حبايبي بنفس الطريقه، فعلا هتعجبكم. يعني لما يكون عندك لفه جلاش، يعني مش هتنفع ان انت مثلا تلفيها او ترصيها، هتلاقيها تتقطم منك الورق بتاع الجلاش. فطبعا خساره ان احنا نرميها، هنعملها بالطريقه دي فعلا هتبقى ناجحه معاكي. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايبي، انا جبت لفه الجلاش، بدات ان انا قطعتها يعني زي شرايح كده بالسكينه. عاوزه تقطعها بالمقص مش مشكله، يعني اي طريقه تقطعها بيها كويسه، المهم ان انت ترصيها زي ما عملناها كده. طبعا انا بدأت ان انا حاولت ان انا يعني فرفرت الورق بتاع الجلاش كده من بعضه، وبعدين كنت دهنت الصينية بتاعتي سمنة، وبعد ما دهنتها سمنة برضو جبت سمنة تاني. سمنة اللي عندي، عاوزة تحط زبدة مش مشكلة اللي انت عاوزاه، بس بصراحة انا حطيت سمنة بلدي يعني مسيحاها. فبدأت ان انا يعني غلفت الرقات بتاع الجلاش او الورق اللي انا قطعته ده بالسمنة، وبعدين بدأت ان انا ارصه كويس يعني حوالين بعضه كده، احاول ان انا اسويه. هي فعلا انا كنت مستعجلة الوقت ده لان فعلا كان حد بينادي عليا، فقلت خلاص مش مشكلة، هي هتبقى زي ما تبقى بقى وخلاص. بس والله طلعت جميلة خالص. طبعا بدأت ان انا سويتها كويس، وطبعا هي متغلفة بالسمنة. جبت كمان معلقة سمنة او معلقتين، وحطيت فيهم يعني حوالي 5 معالق من الحليب او اللبن، وبدأت ان انا يعني ضربتهم كده ببعض، وبعدين حطيتهم على وش الجلاش علشان بس ما ينشفش خالص، يبقى ناشف خالص معاكي. وكان عليهم حبايبي برضو علشان ما انساش ربع معلقة بيكنج باودر، علشان ما يبقاش مكتوم كده، ولا يعني تحس ان هو كاتم في بعضه كده. وبعدين بدأت ان انا يعني ضربتهم كويس، اللي هم معلقتين السمنة وشوية اللبن الصغيرين اللي هم حوالي 5 معالق. بدأت ان انا ضربتهم كويس في بعض وحطيتهم على وش الجلاش. طبعا الفرن بتاعي كان متسخن على درجة حرارة عالية، وبعدين هديته تحت يعني اقل من المتوسط شوية، ومن فوق على الهادي خالص. يا اما عاوزة تقفلي النار من فوق برضو علشان على ما يستوى من تحت. وبعد كده طبعا بتشغلي الشواية من فوق. المهم ان انا بصراحة هديت له خالص من فوق وتحت اقل من المتوسط. طبعا طلع بالشكل الجميل ده، بس الكاميرا بتقرب وتبعد عنه. فبتحس ان اللون يعني بتحس ان هو بيدي لون غامق كده، او زي اللون اللي كأنه هيتحرق. بس لا والله الكاميرا دي هي اللي مش عارفة، يعني عمالة تقلب معايا الوان غريبة كده اليومين دول. فهي فعلا في شكلها والله يا حبايبي كانت شكلها فعلا جميل خالص. حتى يعني التصوير بيجي لقطات كده، اللقطات الحقيقية فعلا هي اللقطات اللي انتوا بتشوفوها، اللي هو اللون الأحمر الذهبي الجميل اللامع ده.
فطبعا هي طلعت معايا بالطريقة دي. يعني برضو لما نعمل حاجة جميلة زي دي، زي ما نقول حلوة سهلة سهلة وسريعة، من لف الجلاش كنا هنرميها استفدنا بيها وعملنا الحلو ده. والله حبايب قلبي فعلا جميلة خالص. طبعا برضو انا حطيت ليها شربات او السيرب ده اللي كنت عاملاه قبل رمضان. كنت عامله له فيديو معاكم في القناة، ادخلوا برضو شوفوا الفيديو ده هيعجبكم. والله يا حبايبي فعلا عملت السيرب اللي انا عملته او الشربات بتاع الحلويات، طلع فعلا والله يعني حاجة كويسة خالص. بيوفر علينا وقت ومجهود. وقت ما تفكري تعملي حاجة يعني حلوة هيبقى عندك على طول، هيبقى جاهز عندك. زي ما احنا شايفين انا ما شاء الله قلت مش هقطعها بالسكينة فطلعتها مشرشرة زي ما احنا شايفين. بس هي فعلا جميلة خالص. هي بصراحة انا كنت بعملها كده وانا زي ما قلت لكم كنت مستعجله وكان في حد بينادي عليا، فبصراحه قلت مش مشكله بس يلا بقى جت فيكم المره دي حبايبي. بس والله في يعني فعلا يعني الفيديو بالطريقه اللي انا عملتها دي الجلاش، والله يا حبايبي فعلا جميل خالص. طعمه لذيذ برضو يعني فعلا هو ناجح في عمل الجلاش النهارده فعلا ناجح خالص. يعني هو فيديو سهل وسريع وحلوة سهلة وسريعة، بس برضو يعني حاجة اقتصادية من حاجة كنا هنرميها حبايبي. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. متنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.